فبالنسبة للجهة فهي تمارس اختصاصاتها، كتحاول تنزل الاختصاصات ديالها من خلال واحد جوج ديال الوثائق جد مهمة. أولها برنامج التنمية الجهوية اللي الأفق الزمني ديالو 6 سنوات، أي كيمتد على المدى المتوسط، وكيتضمن لنا المشاريع القابلة للإنجاز والشركاء والتمويلات والمدة اللي غادي ننجزو فيها تلك المشاريع. وكيجاوب لنا على 3 ديال الأسئلة: ماذا سننجز؟ وكيف سننجز ذلك؟ وبأية وسائل؟ إذن هذا هو برنامج التنمية. في حين أن التصميم الجهوي لإعداد التراب الأفق ديالو كيمتد على المدى الطويل ما بين 20 سنة حتى ل 25 سنة، كيتضمن كيفية تنظيم المجال الترابي والعدالة المجالية، وهو وثيقة مرجعية لهذاك برنامج التنمية الجهوية. إذن هذا هو الفرق بين الوثيقتين اللي من خلالها كتحاول الجهة أنها تمارس الاختصاصات الذاتية ديالها.